السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفارش شعر العرايس بسواج وأسود. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب. مش عايزاكم تتصدموا من المنظر خالص، المنظر ده أنا بشوفه كل يوم، بشوف أكتر من كده كمان. ده بالنسبة لي كده الدنيا متنظمة ومترتبة تمام. أنا لو قعدت من النهاردة لبكرة أشكر في أهل العروسة مش هديهم حقهم بصراحة على نظافتهم وذوقهم واحترامهم. كانوا مفتحين كل حاجة ومنظمين الدنيا، فانا حبيت اصور لكم قبل وبعد. كده هنبدأ الفيديو نقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب. ده شكل المطبخ النهائي بعد ما اتفرش. عايزاكم تقولوا لي رأيكم بصراحة في الكومنتات، ايه رأيكم في المطبخ بعد ما اتفرش؟ طبعا قبل وبعد في النص كده وقت ومجهود كبير علشان الحاجة تطلع متنظمة كده. بسم الله ما شاء الله، نبدأ الفيديو. هنا حطينا على الرخامة طقم الشوربة وأطقم التوزيع والمجات وطقم التوابل والسكاكين وأصوان التقديم. حاولت هنا انظم الرخامة ما خلاش تبقى زحمة، لان احنا شلنا حاجات كتير علشان العروسة تعرف تتحرك وتحط حاجة لو حابة على الرخام. هنا كانت حاطة الميكرويف والفرن، وحطينا الاير فراير هنا كمان. ده نيش كانت العروسة عاملاه في المطبخ، نيش صغير. حطينا هنا أطقم كاسات وكوبايات زي ما عملنا زي النيش العادي. تحت هنا حطينا مجات، دي برضو ما كانش ليها مكان في المطبخ، وده طقم المجات البصونية برضو كان المفروض يتحط على الرخامة بس ما فيش مكان. حطيناها برضو هنا كوبايات ألوان، أطقم كاسات سادة وأطقم كاسات ألوان. هنا بقى حطينا طقم الخشاف وطقم كاسات الار سي ار، ودي كوبايات مية ألوان برضو، وده طقم كاسات ألوان، وفوق طقم كاسات كريستال. ده شكل النيش بعد ما خلص. عايزاكم تقولوا لي رأيكم بصراحة في المطبخ بعد ما اتفرش. هنا بقى حطينا كل أطقم الصواني والطاسات، الجرانيت والسيراميك والتيفال. وهنا طقم حلل برضو ما كانش فيه مكان تحت. يا رب يكون شغلي واضح وعاجبكم. تنسونيش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو زيكم كده. هستنى رأيكم، تقولوا لي ايه رأيكم في فكرة ان انا اعمل فيديو قبل وبعد واشرح بصوتي. انا عملت ايه هنا. ودي اطقم حلل جرانيت. هنا بقى حطينا فوق اطقم كوبايات مية وعصير وكاسات، يعني لو حابة تستخدم حاجة تبقى قريبة منها. دي كاسات تقديم، كوبايات ألوان مية، كوبايات سادة برضو. فوق هنا كوبايات حطيت هنا كله لون كريستال، ما حبيتش ادخل حاجة ألوان بينهم. هنا بقى حطينا كل الأجهزة الكهربائية في رف، الهاند بلندر والخلاط والمضرب والكبة والعجان. وفوق هنا حطيت لها الصواني البايركس، طواجن بورسلين، جمعتهم لها في رف واحد. هنا برضو حطينا أطقم حلل، ده طقم حلل ستانلس كان بسم الله ما شاء الله كبير. حطيت معاه حلة الضغط، يعني هنا جمعت كل حاجة ستانلس بالبراد الستانلس، فهنا جمعت لها كل حاجة ستانلس تبع طقم الحلل. بسم الله ما شاء الله. كانت هنا العروسة جايبة ماركات حلوة وحاجة يعني قيمة بصراحة، حاجاتها شيك جدا. هنا بقى حطينا كوبايات برضو،
مش عايزة انسى برضو اشكر صحاب العروسة ومامة اصحاب العروسة، كانوا بصراحة ناس ذوق جدا ومعاملتهم حلوة جدا لينا. ربنا يكتر افراحهم يا رب. انا عاملة الفيديو النهاردة مخصوص بصوتي علشان اشكرهم بصراحة. يعني انا بشوف ناس كتير كويسة وطبعا وكل حاجة، بس في ناس كده بتحسسك ان انت واحد منهم يعني. ده طقم الصواني. هنا لمينا كل حاجات الألمونيا، الصواني والطاسات، حاجات الفرن. هنا بقى حطينا، كان في طقم عشاء، العروسة جايبة طقم العشاء، الأطباق، وحطينا معاها في حاجات برضو بورسلين. وفوق هنا حطينا برضو كان طقم عشاء تاني. كمان هنا جمعت لها برضو أطباق البيتزا. كده تكون جولتنا خلصت في المطبخ. أتمنى يكون شغل عجبكم، هستنى رأيكم ما تنسوش، ويا رب يكون شغل عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.